ودلوقتي يا شباب وصلنا لآخر محطة في رحلتنا مع زمن المضارع التام، وهي كلمة since وfor اللي معظمنا كان بيتلخبط فيها في إعدادي. يعني طبعا الدرس ده مش قديم، الدرس ده كان موجود عندنا في المرحلة الإعدادية ومكمل معانا في أولى وتانية وتالتة سنة. تعال نشوف يا حبايبي كلمة since معناها إيه وكلمة for معناها إيه وإيه هي استخداماتهم مع زمن المضارع التام. يلا بينا. ادي كلمة سنس يا حبايبي. سنس احنا كاتبين جنبها بيجي بعدها موعد البداية. يعني ايه موعد البداية؟ لما تقول لي يا مستر انا في الدرس من الساعة 1، هل انت كده قلت لي انت في الدرس بقالك كام ساعة؟ ها رد كده. قلت لي لا، انت قلت لي انا في الدرس من الساعة 1، معنى كده ان الساعة 1 دي موعد بداية الدرس. لما تقول لي انا ماما واقفة في المطبخ من الساعة 2 الظهر، معنى كده ان ماما بقالها مثلا ساعتين ولا 3 ساعات، انا ما قلتش بقالها كام ساعة. يبقى انت قلت لي ان ماما في المطبخ من الساعة 2، يبقى دي موعد بداية دخول ماما المطبخ. يبقى سنس بيجي معاها موعد الايه يا شباب؟ موعد البدايه. لما تقول لي انا بذاكر من الساعه 8 المغرب او الساعه 7 المغرب، هل هنا انت قلت لي انت بتذاكر بقالك كام ساعه؟ اظن انت كده فهمت الفكره. يبقى سنس بيجي معاها موعد البدايه. تعال نشوف الكلمات اللي بتيجي ورا سنس يا شباب، وطبعا الاستخدامات المختلفه لكلمه سنس وقواعدها، لان من اهم الروابط اللي بتيجي مع زمن المضارع التام. تعال نشوف. اول كلمه عندنا يا حبايبي هي كلمه سينس بمعنى منذ. بيجي معاها هناخدها من الصغير للكبير يا حبايبي. هنا بيقول لك سينس 3 o'clock، منذ الساعه الثالثه. حضرتك لما قلت لك انا واقف بشرح من الساعه 3، حضرتك فهمت انا بقالي كام ساعه بشرح؟ هتقول لي لا، اما الساعه 3 دي كانت موعد بدايه الايه؟ الشرح. طيب اللي اكبر من الساعه يا حبايبي اليوم. ايام الاسبوع باسمائها. لو جيت قلت لك since Monday since Sunday زي ما يكون ايام الاسبوع بايه؟ باسمائها. وعندي since last week او last month زي ما يكون. يبقى كلمه since يا حبايبي بيجي وراها من الصغير للكبير هنحفظها. اول حاجه هنقول منذ الساعه الثالثه، ايام الاسبوع باسمائها. الاسبوع اللي اكبر من اليوم الاسبوع، والاكبر من الاسبوع الشهر باسمه، واللي اكبر من الشهر فصل من فصول السنه، واللي اكبر من الفصل من فصول السنه تاريخ السنه ذات نفسه. يبقى انت هتحفظها كده علشان ما تتوهش. اول حاجه سنس بيجي وراها ساعه، واللي اكبر من الساعه اليوم، واللي اكبر من اليوم الاسبوع، واللي اكبر من الاسبوع الشهر، والاكبر من الشهر الفصل من فصول السنه، واللي اكبر من الفصل هو التاريخ الايه؟ تاريخ السنه. وعندي بعد كده يا حبايبي سينس يسترداي، وسينس مورنينج، وسينس جرادويشن معناها منذ التخرج، وسينس لانش تايم معناها منذ وقت الغداء، وسينس تشايلد هود معناها منذ الطفوله، وسينس زين معناها منذ ذلك الحين او منذ ذلك الوقت. وعندي سينس وين معناها منذ متى. وعندي سينس ممكن يجرى مده زمنيه زائد كلمه اجو، وسينس ذا ايدج اوف واي رقم طبعا او اي سن. تعال نشوف استخدامات كلمه سينس مع المضارع التام. أول استخدام لكلمة سينس يا شباب مع المضارع التام، إن كلمة سينس بتعبر عن حدث بدأ في الماضي، بس الحدث ده لسه إيه؟ لسه شغال ولسه مستمر. يبقى اوعى تنسى إن سينس مع المضارع التام هنسميها لسه إيه؟ لسه الحدث مستمر، أو بمعنى أفضل يا شباب أو بمعنى أحسن، إن سينس بتعبر عن حدث بدأ في الماضي بس الحدث لسه إيه؟ لسه شغال. تعال نشوف الإكزامبل بتاعنا كده. قمت قايل لك صلاح. ماله صلاح يا حبايبي؟ هنقول صلاح اللي بيلعب في ليفربول. هنقول صلاح has played. هذا المضارع التام بتاعنا يا حبايبي، معناها صلاح بيلعب في ليفربول. وقمت قايل لك for معناها لصالح او من اجل ليفربول. والجمله بتاعتنا يا حبايبي او الرابط الزمني بتاعنا قمت مثلا قايل لك since 2070، إن صلاح بيلعب في ليفربول من سنة 2018. معناه إن الحدث هنا يا شباب ما زال مستمر. يبقى الحدث بدأ في الماضي من سنة 2017 والحدث ما زال مستمر حتى وقتنا إيه هذا. يبقى اوعى تنسى إن سنس مع المضارع التام بتعبر عن حدث بدأ في الماضي
والحدث يا شباب لسه ايه؟ لسه مستمر. ادي اول يا شباب معنى لكلمة since. طيب تعالى بقى نشوف since لو ربطت ما بين جملتين زمانهم ايه. since يا حبايبي هيجي قبلها مضارع تام وبعدها زمن الماضي الايه؟ البسيط. ده لو جات لي في نص الايه؟ لو جات لي في نص الجملة. لو جيت قلت لكم يا شباب جملة بتقول I، عايز اقول انا عايش، هقول I have lived. ومكمل باقي الجملة يا شباب، قلت لك I have lived in Cairo، وقمت حاطط الرابط بتاعنا اللي هو اسمه since. since I graduated، منذ أن إيه يا شباب؟ تخرجت. هتيجي تبص يا حبيبي على قاعدة since، هتيجي تبص على قاعدة since تاني يا شباب، هتبص تلاقي جاي قبلها مضارع تام وجاي بعدها زمن الماضي البسيط. الناس اللي مش فاكره الماضي البسيط، الماضي البسيط ده كان عباره عن التصريف الثاني من الفعل. ادي سينس يا حبايبي لو جات لي في نص الايه؟ في نص الجمله. طيب خد بالك بقى ان سينس يا حبايبي في حاله عدم وجود فاعل بعدها ممكن نحط الفعل فيه اي ان جي، وده يا حبايبي حال اي رابط زمني. في حاله عدم وجود فاعل بعده بنحط الفعل فيه اي ان جي. يبقى الجمله دي ممكن تبقى معناها I have lived in Cairo since graduating، منذ الايه؟ منذ التخرج. يبقى اوعى تنسى ان since في حاله عدم وجود فاعل بعدها ممكن نحط الفعل فيه اي ان جي. طيب تعال نشوف الحالة التانية من سنس، إن الجملة بتاعتنا أصلا تبدأ بسنس. تعال بص كده، قمت قايل لك سنس I، الماضي البسيط بتاعنا يا حبايبي since I graduated معناها منذ أن تخرجت. I have lived in Cairo. يبقى حبايبي دي تاني قاعدة لإيه؟ لسنس. قلنا سنس لو جات لنا في نص الجملة زي ما احنا شايفين هيبقى على شمالها المضارع التام وعلى يمينها الماضي البسيط. طب لو سنس جات لي في أول الجملة حبايبي مفيش أي مشكلة، لازم يجي وراها زمن الماضي الإيه؟ البسيط. أدا الماضي البسيط يا حبايبي، وبعد كده هنحط زمن المضارع الإيه؟ هنحط زمن المضارع التام. ادي يا شباب تاني قاعدة لسنس. تعالى بقى لتالت قاعدة لسنس، إن الجملة بتاعتنا ممكن تبدأ بإتس. اوعى تنساها. إيه إتس دي يا شباب؟ أهو. لو الجملة بتاعتنا بدأت بإتس أو it has been، مالها دي يا شباب؟ هتبص تلاقي وراهم جاي مدة زمنية. أي مدة زمنية يا حبايبي، وليكن 10 سنين، أسبوعين، أي حاجة، أي مدة زمنية. بعد المدة الزمنية دي وأنت مغمض هيجي يسألك في الرابط. هيجي يسألك في الرابط. اوعى تنسى أول ما تلاقي الجملة بادئة بإتس ومدة زمنية يبقى أنت عارف إن الرابط بتاعنا اسمه سنس. ورا سنس إحنا حفظنا خلاص، هنحط الباست سيمبل اللي هو زمن الماضي البسيط اللي إحنا قلنا عليه عبارة عن التصريف الكام يا شباب؟ التصريف الثاني من الفعل. يبقى دي تاني قاعدة أو ثالث قاعدة لسنس، اوعى حد ينساها. أهو يا حبايبي سنس ممكن يجي قبلها مدة زمنية وبعدها زمن الماضي البسيط. تعال نشوف الجملة بتاعتنا بتقول إيه. يبقى بس علشان الناس ما تتوهش، أدي أول قاعدة لسنس يا حبايبي، قبلها مضارع تام بعدها ماضي بسيط. ها دي تاني قاعدة لسنس، الجملة هنا بدأت بسنس فجاء وراها ماضي بسيط والناحية التانية مضارع تام. ودي القاعدة رقم 3 يا شباب، إن الجملة لو بدأت بإتس أو it has been. أهو لو جيت قلت لك it's 3 weeks، من 3 أسابيع، وقمت قايل لك since اللي هي معناها منذ. اتفقنا يا احبابي ان since هيجي وراها زمن الماضي البسيط. since I last played football، منذ آخر مرة لعبت فيها كرة إيه يا شباب؟ كرة قدم. يبقى لما تيجي تبص على السنس اللي إحنا قلنا عليها حبايبي، أدي السنس قدام عينك جاي قبلها. اوعى تنسى الجملة لو بدأت بإتس ومدة زمنية، المدة الزمنية اللي هي ال3 أسابيع يا شباب، يبقى الرابط بتاعك اسمه سنس. هيجي يسألك مرة في سنس
او هيجي يسالك في كلمه ايه؟ played. لازم تبقى حافظ ان since بيجي وراها ماضي بسيط. في يا حبايبي قاعده اخيره معانا السنس، اوعى تنساها، مهمه جدا. ايه هي بقى؟ ان since يا حبايبي جملتها معكوسه. القاعده بتاعتنا هنسميها since then. هنسميها since then، معناها منذ ذلك الايه؟ منذ ذلك الحين. مالها since then يا حبايبي؟ انا قايل لك من شويه اوعى تنساها. since then هنسميها جمله معكوسه. يعني ايه يا بطل جمله معكوسه؟ يعني هيجي قبلها الماضي البسيط وهيجي بعدها المضارع الايه؟ المضارع التام. تعال بص كده يا بطل. يبقى احنا قلنا since then جملتها معكوسه، قلنا هيجي قبلها يا شباب زمن الماضي البسيط، اللي هو احنا سميناه التصريف الكام يا شباب؟ التصريف الثاني من الفعل. امال هيجي بعدها ايه يا حبايبي؟ احنا اتفقنا انها جملتها معكوسه. هيجي بعدها الزمن بتاعنا النهارده اللي هو زمن المضارع التام، اللي احنا قلنا عليه بيتكون من هاف او هاز والتصريف التام. تعال ناخد اكزامبل كده يا شباب عشان نفهم الجمله دي. لو جيت قلت لك حمزه traveled، هذا الماضي البسيط، التصريف الثاني من travel. حمزه traveled abroad، معناها ان حمزه سافر خارج البلاد. وقمت قايل لك القاعده بتاعتنا، سوري يا شباب، القاعده بتاعتنا بتقول since then. since then يا حبايبي معناها منذ ذلك الايه؟ الحين. وقمت قايل لك I haven't heard from him، يعني ما تلقتش منه اي اخبار، ما اتصلش بيا ولا تواصل معايا نهائي. يبقى دي القاعده يا حبايبي الرابعه لكلمه since، اوعى تنساها. ايه هي يا حبايبي بقى؟ ان since then هنسميها، اوعى تنسى، جمله ايه يا شباب؟ معكوسه. احنا حافظين يا حبايبي زي ما احنا كاتبين فوق ان since بيجي قبلها مضارع تام بعدها ماضي بسيط. اما كلمه since then جملتها معكوسه، جاي قبلها الماضي البسيط وبعدها المضارع الايه؟ المضارع التام. اوعى تنساها كلمه since then معناها منذ ذلك الايه؟ منذ ذلك الحين. تعالوا يا حبايبي بقى نروح لكلمه for اللي معظمنا برضو بيتلخبط فيها. تعال بص كده معايا. كلمه for يا حبايبي معناها لمده. for معناها لمده. طيب امتى بستخدم for؟ لما أذكر المدة الزمنية اللي استغرقها الحدث، اللي استمر عليها الحدث. يعني إيه؟ لو جيت قلت لك إن أنا بدأت مذاكرة الساعة 2 والساعة دلوقتي بقت 4، يبقى أنت بتذاكر بقالك كام ساعة؟ إيه مدة اللي أنت بقالك بتذاكرها؟ هتقول لي يا مستر ساعتين، يبقى دي تاخد فوق. لما تقول لي ماما واقفة في المطبخ من الساعة 1 الظهر على رجليها واقفة بتعمل لنا الأكل، والساعة دلوقتي يا باشا بقت الساعة 4، يبقى ماما في المطبخ بقالها كام ساعة؟ هتقول لي 3 ساعات. يبقى هي دي كلمة إيه يا شباب؟ كلمة فور. طب كلمة فور استخدامها إيه مع المضارع التام؟ اوعى تنسى، زيها زي سينس، بتعبر عن حدث بدأ فين؟ في الماضي، بس الحدث لسه يا شباب إيه؟ لسه مستمر، الحدث لسه مستمر. هنشرح دلوقتي كلمة لسه دي دلوقتي بس بعد شوية. تعال الفور. احنا قلنا يا حبايبي هنا سينس بيجي وراها الساعة، يبقى فور هيجي وراها عدد الساعات. وليكن مثلا بقول لك فور 4 hours، معناها لمدة 4 ساعات. في الغالبية العظمى هتلاقي ورا فور عدد، هتلاقي ورا فور عدد. طيب هنا يا حبايبي كنا بنقول الأسبوع، اليوم من أيام الأسبوع، يبقى هنا هنقول عدد الأيام. قمت قايل لك for 3 days. هنا كنا بنقول last week، اوعى تنسى، هنا هنقول the last week. يبقى الفرق يا حبايبي في كلمة ايه؟ the. طب هو ايه الفرق ما بين last week و the last week؟ last week يا حبايبي معناها الاسبوع اللي فات، ما حددتش صح؟ اي يوم في ايام الاسبوع. اما the ده هي بسميها ذات تعريفية، حددت لي الاسبوع كله او خصصت الاسبوع كله. بمعنى ايه يا شباب the last week؟ اللي هي بمعنى for 7 days. طيب هنيجي يا حبايبي اللي اكبر من الاسبوع، كنا بنقول هنا الشهر باسمه، هنا هنقول عدد الايه يا شباب؟ عدد الشهور، وليكن 6 months. طيب هنا يا حبايبي عندي تاريخ السنة، يبقى هنا يا شباب هحط عدد الايه؟ عدد السنوات.
وطبعا يا حبايبي اوعى تنسى عندي كلمة اسمها for ages لفترة طويلة أو لعصور طويلة، وقمت قايل لك for a long time دي برضو من الحاجات اللي بتيجي ورا كلمة for، وقمت قايل لك for a while اوعى تنساها، وعندك كلمة اسمها for how long برضو معانا، وقلت لك يا حبيبي for as long as I can remember بمعنى على ما أتذكر أو لفترة إيه؟ أو لفترة طويلة. يبقى اوعى تنسى الفرق ما بين كلمة سنس وكلمة فور. يبقى سنس يا حبايبي بيجي وراها المدة الزمنية، سنس بيجي وراها موعد بداية الحدث، أما فور هي اللي بيجي وراها المدة الإيه؟ الزمنية. تعال نشوف الجملة بتاعت صلاح اللي بيقول لك has played for Liverpool since 2017، وقلت لك عايز استخدم كلمة فور. تعال بص كده الجملة يبقى شكلها عامل إزاي. هنقول صلاح has played، صلاح بيلعب for ليفربول لصالح ليفربول. لو جينا حسبنا يا حبايبي من 2017 ل 2024 يبقى نقول سبع سنين. يبقى هنقول for 7 years. يبقى for يا حبايبي جه وراها المدة اللي صلاح بيلعبها فين؟ في ليفربول. اوعى تنسى يا شباب ان فور بيجي وراها مده، اما سينس بيجي وراها موعد بدايه الحدث. طب يا مستر هي سينس ممكن يجي وراها مده؟ ايوه يا حبايبي زيها زي فور، بس هزود عليها كلمه ايه زي ما انا كاتبها لك في الكلمات، كلمه اجو. يعني الجمله دي تبقى بالشكل ده. بص كده يا بطل، صلاح has played for ليفربول. بس المرة دي يا حبايبي هنشيل فور ونحط سينس. هو ينفع؟ أيوة يا حبايبي. هقول لك since 7 years، بس هزود في الآخر اوعى تنسى كلمة ago. يبقى حبايبي كلمة since ممكن يجي وراها مدة زمنية بس بشرط وجود كلمة ايه يا شباب؟ كلمة ago. تعال بقى ناخد تريكات خاصة كده بكلمة since و for. تعال بص كده يا بطل. أول تركية عندي كلمة اسمها since when. since when يا حبايبي معناها منذ متى. وممكن ألاقي كلمة تانية اسمها for how long أو how long بس. طيب هنقارنهم بكلمة يمكن قلناها في زمن الماضي البسيط اسمها how long ago. إيه الفرق ما بين التلاتة؟ أحيانا بيجي يسألك فيهم. أيوة يا بطل. كلمة since when وكلمة for how long دي من الكلمات الدالة على المضارع التام. يبقى لازم يجي وراها إما have أو has. وبعد كده يا حبايبي هنحط السبجكت، وبعد السبجكت هنحط التصريف التالي. التركة فين؟ التركة فين اللي يجي يسألك فيها؟ هيجي يسألك في have و has. يبقى اوعى تنسى حضرتك شفت كلمة since when أو شفت كلمة for how long هتقوم حاطط وراها على طول كلمة إيه؟ have أو has. طب ما تيجي نكمل كده يا شباب. أمال how long ago لو قابلتني؟ اوعى تنسى كلمة ago من الكلمات الدالة على زمن الماضي البسيط. يبقى لو شفت كلمة how long ago وانت مغمض هتروح تحط لي وراها كلمة ايه؟ كلمة did. وبعد did يا حبايبي هنكمل هنحط السبجكت، وطبعا حافظين ان did بترجع الفعل ايه يا شباب؟ بترجع الفعل لمصدره. يبقى ده يا حبايبي الفرق ما بين كلمة how since when، والفرق ما بين كلمة for how long وكلمة how long ago. اوعى تنساها. التلاتة دول مهمين جدا واحيانا بيجوا في موضع امتحانات. هسيبك تاخد سكرين شوت علشان نكمل التريكات واستخدامات زمن المضارع التام. ودلوقتي يا شباب بعد ما اخدنا سكرين شوت للبورد بتاعتنا هكلمك على 3 نقط مهمين جدا برضو بيجوا في زمن المضارع التام. ايه هما؟ الفرق ما بين كلمة have أو has been to، have أو has gone to، have أو has been in. تعال نشوف. أول واحدة قلناها يا حبايبي كان اسمها، اوعى تنسى، have أو has. الاتنين دول يا حبايبي
لما يجي وراهم كلمة اسمها been to. والكلمة التانية يا حبايبي هيبقى اسمها have أو has، بس المرة دي هيجي معاها كلمة اسمها gone to. والنقطة الثالثة حبايبي هيبقى اسمها have أو has plus been in. تعال نشوف ايه المعاني المختلفة ليهم. مبدئيا يا حبايبي كلهم بيجوا وراهم مكان، سواء هي كانت have أو has been to، have أو has gone to، have أو has been in، التلاتة بيجوا وراهم مكان. طب هي ايه الفروق ما بينهم؟ تعال أقول لك. كلمة been to يا حبايبي معناها ذهب وعاد، ذهب إلى مكان وعاد منه، ذهب إلى مكان ورجع، راح مكان ورجع. يبقى كلمة بنتو معناها ذهب إلى مكان ورجع منه، بمعنى الزيارة يا حبايبي. بمعنى الإيه يا شباب؟ بمعنى الزيارة، إنه قام بزيارة المكان ده. اوعى تنساها. طيب أنا بتلخبط فيها يا مستر ما بينها وما بين كلمة جانتو. هقولها لك بطريقة بسيطة قوي بس ركز معايا. إيه هي الطريقة دي يا حبايبي؟ كلمة بنتو فيها كام إيه يا حبايبي؟ فيها دبل إي زي ما أنت شايف، فإحنا هنقول ركب إي راح بيها، والإي التانية رجع بيها علشان ما ننساهاش، لأن النقطة دي عندنا من إعدادي ومعظمنا كان بيتلخبط فيها. يبقى هنحفظها كده، اللي فيها دبل إي يبقى ركب إي راح بيها، والإي التانية رجع بيها. يبقى كلمة بنتو معناها ذهب إلى مكان ورجع منه. طيب إيه تاني يا شباب؟ تستخدم فين دي؟ اوعى تنساها. هنقول تستخدم في الإثبات، يعني تيجي مع الجملة المثبتة، وتستخدم في النفي، تستخدم في النفي، تستخدم فين كمان؟ بتستخدم في السؤال. طب وإيه كمان؟ هنقول مع ذكر عدد مرات الفعل. أدا حبايبي أول واحدة عندنا اللي هي كلمة have أو has been to. يبقى have أو has been to معناها إنه راح مكان ورجع منه بمعنى الزيارة. طب ميزناها إزاي؟ اللي فيها دبل إي ركب إيه راح بيها، والإي التانية رجع بيها. تستخدم فين يا شباب؟ زي ما إحنا قلنا من شوية، قلنا أهو يا شباب تستخدم في الإثبات والنفي والسؤال. بس كده؟ لا، ومع ذكر عدد مرات الفعل. تعال نشوف الجملة بتاعتنا بتقول ايه. لو جيت قلت لك علي وقلت لك has been to كايرو، حضرتك فهمت ان علي راح القاهرة ولسه هناك ولا راح ورجع؟ هتقول لي يا مستر لا، معناها انه راح ورجع. وقمت قايل لك باقي الجملة he is in طنطا now. معنى كده يا حبايبي انه قام بزيارة المكان ده ورجع ايه؟ ورجع منه. طيب تعالى اديك جملة كمان. قمت قايل لك my mother، أمي. مالها ماما يا شباب؟ قمت قايل لك ماما has been to the shops. قمت مكمل لك باقي الجملة، قلت لك let's see، تعال نشوف what she has bought. تعال نشوف هي اشترت ايه. طب انت فهمت من الجملة كده ان ماما راحت السوق ورجعت ولا راحت ولسه ما رجعتش؟ هتقول لي يا مستر راحت ورجعت، لان الجملة بتقول تعال نشوف هي اشترت لنا ايه. يبقى كلمة بنتو يا حبايبي اوعى تنسى اهي، كلمة بنتو معناها راح مكان وايه؟ راح مكان ورجع منه. قلنا بتستخدم فين يا شباب؟ في الاثبات، وبتستخدم في النفي، وبتستخدم في السؤال. لما اجي اقول لك مثلا في سؤال بيقول how many countries، كم عدد الدول؟ قمت قايل لك have you been to.
كم عدد الدول اللي سبق ليك ايه زيارتها؟ طب عايز اقول مثلا انا سافرت روما 3 مرات، هقولها ازاي؟ هقول I have been to Rome 3 times. يبقى اوعى تنسى يا بطل ان كلمة been to فهي يا شباب تستخدم في الإثبات والنفي والسؤال وفي حالة ذكر عدد المرات. طب نيجي بقى للي شبهها اللي بتلخبطنا، كلمة have أو has plus gone to. كلمة gone يا حبايبي فيها إيه واحدة، يبقى معنى كده إن هو راح ولسه ما إيه، راح ولسه ما رجعش. اللي هي معناها يا حبايبي لو بنتكلم على ولد مثلا هنقول he is still there، معناها إنه ما زال إيه يا شباب؟ ما زال هناك. يبقى كلمة gone to معناها راح مكانه لسه إيه، ما رجعش. لو جيت قلت لك أحمد has gone to France، أحمد سافر فرنسا، قمت قايل لك he will come back، هيرجع قريب. يبقى معنى كده يا حبايبي انت فهمت من الجملة ان احمد راح ولسه ايه ما رجعش. تعالى بقى يا بطل لكلمة have أو has been in. دي يا حبايبي هتلاقي وراها مكان، ورا المكان لازم هتلاقي معاها مدة. إيش معنى؟ لأن كلمة بين إن يا حبايبي معناها إن الشخص ده راح مكان ومقيم فيه. مقيم فيه، وهنا تركيزنا بيبقى على المدة الإيه؟ على المدة الزمنية. واحد بيقول لي يا مستر أنا جده في المستشفى بقاله 3 أسابيع. هقول لي my grandfather has been in the hospital for 3 weeks. واحد بيقول لي أنا عمي في إيطاليا بقاله 3 سنين. يبقى هنا يا حبايبي كلمة مقيم في مكان لازم يجي معاها المدة الإيه؟ الزمنية، لأن تركيزنا كله بيبقى على المدة الإيه؟ الزمنية. تعال بص كده، قمت قايل لك دينا has been in France، وقمت مكمل الجملة قلت لك for 10 years. إن هي موجودة يا حبايبي في فرنسا بقالها كام سنة؟ بقالها 10 سنين. يبقى احنا كده يا حبايبي شرحنا الفرق ما بين كلمة has أو have been to، have أو has gone to، have أو has been in. اوعى تنساهم، الفرق ما بينهم قريب وهم شبه بعض. تعال بقى يا بطل نتكلم على استخدامات زمن الماضي المضارع التام. تعال بقى افتكر كده، هو من اسمه هو اسمه مضارع تام، تفتكر هو اتسمى مضارع تام ليه؟ هو طالما مضارع وتم ما كنا خلصنا وسميناه ماضي ايه؟ ماضي بسيط. هو وجع الدماغ ده، هو كتر ازمنه وخلاص. تعال اقول لك، اتسمى مضارع تام يا حبيبي لان بيعبر عن حدث تم في الماضي بس لسه له اثر ونتيجه فين؟ في الحاضر. عشان كده المضارع التام يا حبايبي اوعى تنسى هنسميه بالخط الكبير كده بتاعنا زمن ايه يا شباب؟ زمن لسه. هنسميه زمن لسه. لسه ايه يا حبايبي؟ اوعى تنسى يا اما الحدث لسه له اثر ونتيجة فين؟ في الحاضر. يبقى معنى كده يا حبايبي انت فهمت ان الحدث ده حصل في الماضي بس لسه له اثر ونتيجة في الحاضر. والحدث الثاني او الاستخدام الثاني يا حبايبي هنقول ان الحدث لسه مستمر، وهنشرح كل واحدة فيهم يا حبايبي. يبقى قلنا ليه هو اسمه زمن لسه يا حبايبي؟ لأن الحدث حصل في الماضي بس لسه له أثر. تخيل كده واحد صاحبك عايز يوجب معاك وعارف ان انت تعبان طول اليوم من الدروس، وقال لك بقول لك ايه، انا جايب غدا وانا جاي وهنقعد ناكل مع بعض. فانت تقول له والله انا لسه ايه، انا لسه واكل. معنى كده يا بطل ان انت اكلت فين؟ في الماضي، بس لسه الاثر والنتيجه ما زالوا موجودين في الحاضر، وهو احساسك بالايه؟ بالشبع. فاوعى تنسى اول استخدام للمضارع التام هنسميه كلمه ايه؟ كلمه لسه. اشمعنى؟ لان يا اما الحدث لسه له اثر ونتيجه في الحاضر، حاجه حصلت في الماضي بس اثرها ما زال موجود، او كلمه لسه مستمر معناها ان الحدث بدا في الماضي ولسه ايه؟ ولسه شغال. تعال نشوف كده يا شباب
الجملة بتاعتنا بتاعت لسه الحدث له أثر ونتيجة فين؟ في الحاضر. لو جيت قلت لك I have eaten a big meal. أنا أكلت وجبة كبيرة. وقمت أقول لك so I feel full. أنا أشعر بالإيه؟ بالامتلاء، أشعر بالشبع. يبقى تناول الوجبة ده يا شباب حصل فين؟ في الماضي، هو أكل خلاص، بس النتيجة والأثر لسه موجودين فين يا حبايبي؟ في الحاضر. تعال أقول لك جملة كمان. لو جيت قلت لك جملة بتقول سارة is sad. سارة حزينة. ليه يا حبايبي؟ إيه اللي حصل؟ قمت لك because، وبيكوز هنا يا حبايبي ممكن تساوي as، ممكن تساوي since، بمعنى منذ بقى. يبقى سارة is sad because she has lost her mobile. لأن هي يا حبايبي ضيعت إيه؟ تليفونها. طب إيه اللي حصل في الماضي؟ إن سارة ضيعت تليفونها. عشان كده كتبناه في المضارع التام. اشمعنى؟ لأن الأثر والنتيجة لسه موجودين لحد دلوقتي على مين يا حبايبي؟ على سارة. إن سارة لسه ما زالت إيه؟ حزينة. لو جيت قلت لك رنا can't walk. رنا يا حبايبي مش عارفة تمشي. إيه السبب؟ وقمت لك as she has broken her leg. لأن رجلها إيه يا حبايبي؟ اتكسرت. يبقى هي رجلها اتكسرت فين؟ في الماضي، بس الأثر والنتيجة لسه موجودين في الحاضر، بدليل إنها لحد دلوقتي مش عارفة إيه؟ مش عارفة تمشي. عشان كده يا حبايبي المضارع التام بنسميه زمن إيه؟ زمن لسه، معناه إنه الحدث حصل في الماضي بس لسه له أثر ونتيجة فين؟ في الحاضر. طيب إيه بقى موضوع لسه مستمر ده؟ إحنا قلنا من شوية يا حبايبي كلمة سينس فور لسه مخلصينها من ثواني. كلمة سينس وفور يا حبايبي بتعبر عن أحداث بدأت في الماضي ولسه إيه؟ ولسه شغالة. طب هي سينس وفور بس يا حبايبي اللي بتيجي مع المضارع التام للتعبير عن الاستخدام ده؟ لا يا حبايبي. عندي كلمات تانية. يبقى أول حاجة يا حبايبي هيبقى اسمه سينس، معناه إن الحدث بدأ في الماضي ولسه إيه؟ ولسه مستمر. كلمة زي كلمة سينس، كلمة زي كلمة فور يا حبايبي. وعندي in the last لما يجي معاها مدة. وعندي over يا حبايبي لما يجي معاها برضو سنين. لو جيت قلت لك over centuries over years over the last few years، يبقى كلمة over يا حبايبي لما يجي وراها سنين بتعبر عن حاجة بدأت في الماضي ولسه إيه؟ شغالة برضو. وعندي كلمة throw out، قلت لك مثلا the history، على مر مثلا التاريخ، معناه ان الحدث ده بدأ في الماضي وبرضه لسه ايه؟ لسه شغال. وقمت قايل لك كلمة تانية زي كلمة during the last few years. معناها يا حبايبي الكلمات ده اهي لما بتيجي مع المضارع التام اوعى تنسى معناه ان الحدث ما زال ايه يا شباب؟ ما زال مستمر. معناه ان الحدث بدأ في الماضي والحدث يا شباب لسه ايه؟ لسه مستمر. لو جيت قلت لك جملة بتقول the government، قمت قايل لك has built new roads in the last few years. معنى الحكومة بنت طرق جديدة في الكام سنة الأخيرة. معنى كده إن الكام سنة الأخيرة دول لسه موجودين ما خلصوش، وبرضه الحكومة لسه مستمرة في بناء الإيه؟ في بناء الطرق الجديدة. يبقى اوعى تنسى إن ضمن استخدامات المضارع التام. هسيبك تاخد سكرين شوت علشان نكمل يا شباب. وبعد ما أخدنا سكرين شوت للبورد بتاعتنا شباب، رجعنا علشان نكمل استخدامات زمن المضارع التام. من ضمن استخدامات المضارع التام يا حبايبي إنه بيعبر عن حاجة حصلت
وغير معلوم وقتها. لما اجي اقول لك انا زرت اسكندريه مرتين، انا حجيت 3 مرات، انا التليفون بتاعي اتكسر، انا تليفوني ضاع، هل هنا يا حبايبي حددت وقت؟ لا. يبقى المضارع التام من ضمن استخداماته بيعبر عن حدث يا شباب وقع وغير معلوم وقته. تعال بص كده، لو جيت قلت لك او، الجمله دي جت في امتحان ثانويه عامه قبل كده، قمت قايل لك I have lost. I have lost my money. انا ضيعت فلوسي. قال هنا ضيع فلوسه امتى؟ لا. وباقي الجمله قال لك what should I do؟ وانا هعمل ايه دلوقتي؟ يبقى حبايبي من ضمن استخدامات المضارع التام البسيط حاجه حصلت بس غير معلوم وقتها. طيب تعال نشوف يا شباب تاني استخدام للمضارع التام البسيط، حدث قابل للتكرار. يعني ايه حدث قابل للتكرار؟ يعني حاجة حصلت بس زمانها لسه موجود. يعني مثلا ايه؟ لما اجي اقول لك انا شربت 3 فناجين قهوة النهاردة، هل العدد ده قابل للزيادة ولا خلاص ما بقاش قابل للزيادة؟ هتقول لي النهاردة لا، ده لسه النهاردة ده موجود، الزمن بتاعه لسه موجود، النهاردة ده لسه ما خلصش، اقدر اشرب الفنجان الرابع والخامس والسادس، صح؟ غير لما اقول لك انا شربت 3 فناجين قهوة امبارح، هل الحدث ده هنا قابل للزيادة؟ هتقول لي لا يا مستر، ده امبارح ده مات وايه؟ مات وانتهى. يبقى المضارع التام يا حبايبي بيعبر عن حدث قابل للزيادة مع المدد الزمنية اللي احنا هنكتبها دلوقتي. اوعى تنساها. لو جيت قلت لك I have drunk 3 cups of coffee today. أنا شربت 3 فناجين قهوة النهاردة. هل العدد ده يا حبايبي لسه قابل للزيادة ولا غير قابل للزيادة؟ هتقول لي لا يا مستر، النهاردة ده لسه ما خلصش، فهنا الحدث ده قابل للإيه؟ للزيادة، أو الفعل ده قابل للإيه؟ للزيادة. عشان كده استخدمنا زمن المضارع الإيه يا شباب؟ المضارع التام. لما أجي أقول لك، أنا بقول لك مثلا إن أنا الأسبوع ده رجعت 3 وحدات، هقول لك I have revised. تعال بص الجملة كده بتقول إيه؟ I have revised. أنا رجعت، قمت قايل لك 2 units this week. أنا رجعت وحدتين الأسبوع ده. هل يا حبايبي العدد ده بتاع الوحدات ده قابل للزيادة ولا غير قابل للزيادة؟ هتقول لي لا يا مستر، أقدر أخلص الوحدة الثالثة والرابعة كمان. يبقى المضارع التام يا حبايبي بيعبر عن حدث متكرر مع المدة الزمنية دي، أو سهل إن إحنا نزود الإيه؟ العدد بتاعه، أو زي ما إحنا كنا بنقول قابل للإيه؟ قابل للتكرار، مع كلمة زي كلمة today والحاجات دي. طيب من ضمن استخدامات زمن المضارع التام يا حبايبي اوعى تنساها ان هو بيجي مع الروابط الزمنيه. يبقى هنسميها الروابط الزمنيه، هنسميها قاعده الروابط ايه يا شباب؟ الزمنيه. ايه الروابط الزمنيه دي يا حبايبي؟ عندك كلمه زي كلمه once، ده رابط زمني. كلمه زي كلمه the moment، كلمه زي كلمه when، until، after، before، as soon as. كل دول روابط زمنيه يا شباب. مالهم الروابط الزمنيه؟ طبعا هنستثني until لان ما بتجيش في اول الايه؟ الجمله. until ما بتجيش غير في نص الجمله. مالها الروابط الزمنيه دي يا حبايبي؟ هيجي وراها حاجه من اتنين، اوعى تنسى. الروابط الزمنيه بتاعتنا دي يا حبايبي هيجي وراها اما مضارع بسيط او مضارع تام. الناس اللي مش فاكره يا حبايبي ايه هو المضارع البسيط؟ المضارع البسيط يا حبايبي اللي احنا كنا بنقول عليه التصريف الاول من الفعل، والفعل هنا له ايه؟ صورتين، يا اما الفعل في المصدر يا اما الفعل بايه؟ باس. المصدر ده مع اي وي يو زي،
والاس ده مع المفرد، خليك فاكر ان المفرد بيحب الايه؟ الاس. طيب المضارع التام اللي احنا قلنا عليه بيتكون من هاف وهاز والتصريف التالي، بس في شرط ان يكون زمن الجملة التانية يا حبايبي مستقبل. بس المستقبل بتاعنا ده لازم يكون جملته بتبدأ بالايه؟ بالفاعل. طيب هو في احتمال تاني؟ طبعا. لو مفيش فاعل، بدون فاعل، حضرتك هتروح لحاجة اسمها صيغة الأمر. طب إيه هي صيغة الأمر دي يا حبايبي؟ صيغة الأمر دي نوعين، يا إما أمر مثبت هنسميها أمر مثبت، يا إما أمر إيه يا شباب؟ أمر منفي. يا أمر مثبت يا أمر منفي. الأمر المثبت يا حبايبي كان بيبدأ بالفعل في المصدر، والأمر المنفي بيبدأ بدونت والإيه؟ والمصدر. ودي الجملة الوحيدة في الإنجليزي اللي بتبدأ بالفعل يا حبايبي، لأن طبعا الفاعل ضمير مستتر تقديره يو. لما كان المدرس يحب يعاقبك وأنت في ابتدائي يقول لك قوم اقف، ارفع إيدك، هتقول لك stand up raise your hands، صح؟ يبقى يا حبايبي صيغة الأمر هتبدأ يا إما بالفعل في المصدر، يا إما بكلمة don't والإيه؟ don't والمصدر. هفرق ما بين المستقبل والامر ازاي؟ جمله المستقبل لازم يكون فيها فاعل، الفاعل ده اللي هو اي هي ذي وي زي ما يكون. اما هنا يا حبايبي مع صيغه الامر مش هتلاقي فاعل، فهتروح للفعل في المصدر او دونت والايه؟ والمصدر. تعال بص الجمله دي كده، اكتبها فوق. قمت لك افتر شي، قمت مديك سبيس ذا هوم work she will go for a walk. بعد ما هتعمل الواجب بتاعها هتخرج تتمشى. تعال اقول لك ادي افتر بمعنى بعد. طبعا يا حبايبي عندنا الافتر في المنهج بتاعنا قواعد كتير بيجي وراها ماضي تام، افتر بوت هاد اللي هو هاد والتصريف التالي. طب يا مستر انا بتلخبط فيهم. بص يا حبيبي، اي قاعده فيها رابط زمني خليك فاكر، انا دايما بقولها لطلابي بالطريقه دي، عباره عن مثلث ناقص ضلع. يبقى تاني، اي قاعده فيها رابط زمني عباره عن مثلث ناقص ضلع. هو عامل ايه في الجمله دي؟ ايه اللي هو مديهولك؟ بيديك ضلعين وسالك في الثالث، اداك الرابط، صح؟ اللي هو مين؟ اللي هو افتر. طب ايه تاني معطى بالنسبه لي؟ تعال بص كده في الجمله، اداك كلمه will go. will go دي يا حبايبي دي مستقبل، صح؟ يبقى في الحاله دي ده المستقبل. وبقى بيسالك في الضلع ده، تفتكر بقى الضلع ده فيه ايه؟ اديتك الرابط واديتك المستقبل، يبقى عايز هنا منك يا مضارع بسيط يا مضارع تام. يبقى هنا في الضلع ده هنحط اما مضارع بسيط او مضارع ايه؟ تام. تعال بص بقى الاختيارات هتجيلك ازاي. يقول لك افتر شي ويديك كلمة finish. finish دي مضارع بسيط، ويديك كلمة had finished. had finished دي يا حبايبي ماضي تام، ويقوم مديك has finished دي مضارع تام، ويديك finishing. تعال نشوف. انت قلت لي يا مستر بيديني مثلث ناقص ايه؟ ناقص ضلع. ادي الرابط وده المستقبل، يبقى انا عايز يا مضارع بسيط يا مضارع تام. طب هو يا مستر مديني الاختيارين، مديني مضارع بسيط ومديني مضارع تام. تعال بص على شي. شي دي يا حبايبي ما تاخدش فينش، هو مضارع بسيط بس ما يجيش معاه. انا لسه قايل لك من ثواني ان المفرد بيحب الاس. يعني ايه يا حبايبي؟ يعني دي كانت المفروض تبقى فينيشز، لان مع هي وشي وات بنحط الفعل باس او اي اس او اي اي اس، يبقى دي استبعدتها. وطبعا دي الماضي مستحيل يجي مع المستقبل. طيب ومفيش هنا، ده ما ينفعش يبقى في الاختيارات بتاعتنا، يبقى اروح هنا لكلمه هاز ايه؟ has finished. ده المضارع الايه؟ ده المضارع التام. ماشي يا حبايبي؟ طيب ممكن انا قلت لك هنا نستبدلها بصيغه الامر. لو جيت قلت لك when you finish your work، لما تخلص شغلك، قمت مديك سبيس وقمت قايل لك
the lights. النور أو اللمبات بتاعة البيت. فهنا يا حبايبي لما تيجي تبص على الجملة التانية بدون فاعل. بدون فاعل، مفيش فيها فاعل بعد الكوما هنا اهو قدام عينك، مفيش فاعل. يبقى معنى كده رايح لصيغة الايه؟ لصيغة الأمر اللي هو يا إما الفعل في المصدر يا إما دونت والايه؟ دونت والمصدر. فالإجابة هنا يا حبايبي هتبقى عبارة عن turn off. اطفي الايه؟ اطفي لمبات الشقة. يبقى اوعى تنسى امتى بختار صيغة الأمر المثبت وامتى بختار صيغة الأمر الايه؟ المنفي. وبكده يا حبايبي يبقى كده وصلنا لآخر محطة وآخر نقطة في زمن المضارع التام. أتمنى يكون الشرح وصل لكم بالمعنى المقصود اللي أنا كنت عايز أوصله لك وبشكل بسيط. وإن شاء الله لو في أي مشكلة في أي نقطة ممكن تكتب لي في الكومنتس وهرد عليك. هسيبك تاخد سكرين شوت للفيديو أو للبورد بتاعتنا علشان تقدر تكتبه وتذاكر وتحل عليه. سلام يا شباب.